على الراديو، راديو دوجما 3.10. مساء الخير والبركة لمستمعي خمسة لو سمحت في كل مكان. النهاردة هنتكلم عن الابن الضال، أو زي ما بتسميه كنيستنا الابن الشاطر. بس يا ترى هو كان شاطر ليه؟ عشان لما غلط رجع لأبوه وقال له سامحني، ولا في أسباب تانية شطارته؟ لما رجعت للمثل ده في إنجيل معلمنا لوقا إصحاح 15، الحقيقة لقيت إن سر شطارته كانت في أكتر من حاجة. أولهم إنه لما لقى نفسه حتى أكل الخنازير بيشتهيه ومش قادر ياكله، الكتاب بيقول كده إنه رجع إلى نفسه، افتكر حياته مع أبوه وصورته الأولى، إنه قد إيه كان عايش في نعيم وفي حنان أبوه. ده حتى قال إن حال الأجير عند أبوه أفضل كتير من حاله هو دلوقتي. فخد القرار وقال أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له أخطأت إلى السماء وقدامك. مفكرش بقى وقال إنه هستنى لما أرجع الفلوس اللي صرفتها علشان شكلي قدام أبويا، أو استنى لما أجيب لبس ينفع أقابل بيه أبويا وأخويا. مفكرش في كده، مفكرش في صورته ولا في شكله. واضح إنه كان شاطر جدا وعارف قلب أبوه وحضنه، عارف كويس إنه هيرجع يلاقي أبوه مستنيه، عارف كويس إن أبوه لا هيعاتبه ولا هيلومه، بس هياخده في حضنه. الحقيقة إن الابن الضال كمان كان شاطر لأنه ما أجلش توبته. بعد ما أخد القرار نفذه على طول. بعد ما قال أقوم وأذهب إلى أبي، فقام وجاء إلى أبيه. كان شاطر جدا لأنه كان عارف إن بين قرار التوبة والرجوع فيه لحظة بيستغلها الشيطان ويقولك ألف حجة وحجة عشان يعطلك عن التوبة. زي ما بيقول لنا ما تروحش لابونا غير لما تظبط نفسك، صورتك قدامه هيقول عليك ايه. طب استنى اعمل حاجة حلوة علشان حتى لما تروح تلاقي حاجة حلوة تقولها له. عزيزي المستمع، ما تديش فرصة للشيطان يشككك في محبة ربنا ليك، ولا في حضن ربنا المفتوح ليك مهما كان حالك ومهما كانت خطيتك. لو حالك زي حال الابن الضال ومغلوب من خطيتك، قول بس لربنا أخطأت، وهتشوف ازاي هيجري عليك. ودلوقتي يلا بسرعة اجري على أب اعترافك، خليك شاطر وما تأجلش. سلام، ونتقابل في حلقة جديدة. اداني هدوم جديدة، لبسني أحلى توب، ولقيت نفسي سعيدة لما ابتديت أتوب. اداني هدوم جديدة، لبسني أحلى توب، ولقيت نفسي سعيدة لما ابتديت أتوب.